حركة كلش قريبة علي، فقعدت لقيت يعني واحد قريب علي لزمني أنا رأسا ضربته، ظليت لازمته من إيدي وهو لازمني يحاول إنه ما أشوف وجهه، فظليت أنا أدفع بيه كان ضربني بالمسدس، ضربني أنا شلون يعني تخربطت، فوقعت إيدي هديه كان كنت يعني لازمته وعضيته، فوقعت إيدي هديته كان أخذني سحلني ويم الباب مال الغرفة، ظل يضرب بي، ضربني على راسي وضربني على أصبعي، كسر أصبعي، كان يقول لي واحد من عندكم كان يحكي، كان يقول لي احنا عندنا معلومات عنكم، عندكم ذهب وفلوس وين؟ فأنا يعني من الخوف قلت له بالكنتور، فراح للكنتور ظل يدور، بعدين ظلوا يدورون بالبيت، كان قال لي راح نطلع احنا، بس انا شنو كنت انزف كلش يعني اذوني بالضرب. براسك ضربت؟ براسي ضربني 13 خياط براسي وكسر باصبعي، ومن غير الضرب يعني خراميش بجسمي. فبعدين قال لي احنا راح نطلع، اذا سمعت لك اي صوت ارجع عليك بطلقه اموتك. فاني قلت له بس عوفني لا تسوي لي شيء، باثناء من كنت اني اصرخ هددني، قال لي اذا ما تسكتين انا راح اغتصبك. فاني سكتت، خفت انه صحيح يسويها فسكتت. عاد بعدين من طلعوا ظليت انا ببالي وين ابويا، ليش ابويا ما حس بي كل هذا اللي صار وهو كان نايم بصفي. فقعدت لقيت الغرفه مالتنا الملابس كلها مطيعيها، الكنتور مكسور، فطلعت ادور على ابويا وانا انزف قوه امشي، لقيت ابويا بالاستقبال، احنا كنا نايمين بالغرفه، لقيت ابويا بالاستقبال ميت مكتفي وايديه يعني شناطه خاليها، فانا خفت ما قدرت اتقرب على ابويا، وعبالي يعني هم بعدهم موجودين بالبيت، يعني ما عبالي هم كلهم طلعوا. رحت بالشارع ظليت اعيط، جو الجوارين دخلوني لبيتهم واجوا بعدين شافوا الحادث وخبروا. زينب قالت إن أقربائها هم من جنوا على أبيها، وتساءلت أمامهم بحضور الهيئة التحقيقية ما الذنب الذي اقترفه والدها ليقتلوه بدم بارد. كلام زينب أثار تعاطف جميع الحاضرين. ابويا رجال كبير وكان اسير، ليش هيك سويتوا بي؟ كان يعني اخذتوا الفلوس اخذتوا كل شيء، بس مو هيك تسوونه، ليش يعني هسه احنا شنو حياتنا؟ دمروا حياتنا ظلينا بس احنا وامي، يعني ليش شنو اللي استفاديتوا انتم؟ وحيدر فوقها يعني يعرف احنا شنو بينا ويعرف ايش عندنا. تحقيقات ذكية قام بها رجال مكافحة الجريمة، ووصلوا الخيوط ببعضها وألقوا القبض على العصابة. برغم أن زينب فقدت والدها، إلا أن التعويل على تعاون المواطنين في تزويد الجهات الأمنية بالمعلومات كفيل بأن لا تتكرر مثل هذه الجريمة.